تستحق. لقد رشحت لجائزة نوبل للسلام التي تستحقها فعلا. دعوني أقدم لكم أفضل ما في ثقافة الإيغور وموسيقاهم وطعامهم، وهي عين الأشياء التي نرغب في الحفاظ عليها والتي تسعى الحكومة الصينية إلى القضاء عليها. ترشيح ربيعة لجائزة نوبل كانت عرفانا بما قالته وفعلته في الولايات المتحدة. من المحتمل أن تستشار الصين بفعل التقدير العالمي المتنامي الذي تلقاه ربيعة. الأول من يونيو حزيران عام 2006 عيد الأطفال في الصين. قرر أبناء ربيعة وأحفادها التنزه وتناول وجبة في الهواء الطلق في ريف إقليم شينجيانغ، وكان في انتظارهم 50 شرطيا. اتصلت والدتي وقالت إن أخوتي قد اعتقلوا. أمسكوا بشعر أحفادي وزجوا بهم في شاحنة، بعدئذ انهال 50 أو 60 شرطيا على أبنائي بالضرب، وأمروا ابنتي بالاتصال بي كي أسمع صراخهم. سمعت ابنتي تقول إنهم يقتلون أخي، وصرخت قائلة إن حوالي 50 صينيا يضربون أخي. بعدئذ حدثت جلبة ثم انقطع الاتصال. كانت تلك آخر مرة اتصلت فيها بأبنائي. علمت ربيعة أن 4 من أبنائها قد سجنوا، وقد حكم على أصغر أبنائها واسمه عليم بالسجن 7 سنوات بتهمة التهرب من دفع الضرائب. أما ابنها أبليكيم فقد حكم عليه بالسجن 9 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية. سارعت ربيعة إلى تنظيم مظاهرات أمام دار السفارة الصينية في واشنطن للفت أنظار العالم إلى اعتقال أبنائها. المحطة التالية كانت إذاعة آسيا الحرة التي تبث برامج إذاعية غير مراقبة إلى الصين عن طريق الإذاعات والإنترنت. ما الذي تعنيه تلك الاعتقالات بالنسبة لنا؟ هذا يدل أولا على ظلم الحكومة الصينية، ويدل ثانيا على وقاحتها المتناهية. إنها تعتقد أن بإمكانها أن تحطم قلبي لأنني أم. لا أستطيع احتمال اعتقالهم لأبنائي، وحتى لو كنت من حجر أو معدن فسأنهار في نهاية المطاف. لقد استخفت الحكومة الصينية بي كثيرا. لا يعود الفضل في منصب الحالي إلي، بل إلى صرخة 20 مليون نسمة، ودموعي تختلط بدموعهم. سأواصل العمل حتى آخر رمق، ولن يتغير صوتي. شكرا لك. تحدثت كشاعرة. لست شاعرة، بل هو الواقع الذي يملأ نفسي بذلك الشعور. أريد أن أموت يا دولكوم، أريد أن أقتل نفسي. لقد أبليت بلاء حسنا. لدي سؤال، أي حكومة تلك التي تنتقم من أبنائك بسبب أنشطتك السياسية كأم لهم؟ لعلكم تدركون أنه من الصعب علي أن أحتمل وجود أبنائي ال4 في السجن. Mening ballarımmı hergiz mening qıvatqınımdan narazı emas. Ballarım meni düşünüdü. Men ballarımdan faxrlanma, ballarım menden faxrlandı. Bu azapni özümüz, bu yolni özümüz tanlab aldık. تقول
تقول إن أبنائها سيقدرون أنها تفعل ما تفعل من أجل شعبها، وأنهم سيفعلون الشيء ذاته لو كانوا في مكانها. لقد اختارت هذا الطريق كما اختاره أبناؤها. اختارت ذلك ولا أصدق ذلك. لم أختار ذلك. أمل أن يتفهم أبنائي وأحفادي وجميع أقاربي ما أفعله ويدرك غاياتي. شعبنا يؤيدها 100% في كل ما تفعل. أما أنا أريد إطلاق سراح إخوتي وأخواتي قبل أن يلحق بهم مكروه. لا أحتمل وجود إخوتي في السجن. إلى متى سيعانون؟ رغم دعوة ربيعة إلى الإفراج عن أبنائها، لكن الصين ردت بصمت مطبق. كان رد ربيعة هو حزم حقائبها ونقل حملتها شخصيا إلى وسائل الإعلام العالمية. فقد ظهرت في برامج إخبارية في أستراليا، حيث تحدثت إلى المنفيين الإيغور على درجات دار البرلمان في سيدني. أما في اليابان فقد تناولت وسائل الإعلام بحماس أخبار المظاهرات المؤيدة للإيغور في طوكيو. وفي ألمانيا نقلت وسائل الإعلام وقائع انتخابها رئيسة لمؤتمر الإيغور العالمي الذي يوحد شعبها تحت شعار الديمقراطية لوطنها. وأخيرا في مؤتمر عقد في براغ عدل الرئيس بوش عن موقفه السابق وأعرب عن تأييده لقضية ربيعة، وذلك بانتقاده الصريح لسجن أبنائها في الصين. المنشق الآخر الذي سأقابله هناك هو ربيعة قادر التي سجن أبناؤها ردا على نشاطهم في مجال حقوق الإنسان. كان تأييد البيت الأبيض لربيعة نصرا شخصيا مبينا لها. أما بعد عام حيث تحول اهتمام العالم إلى الألعاب الأولمبية في بيجين، فإن التعاطف التي حصلت عليه ربيعة للإيغور تراجع فجأة. واستباقا لأي نشاط سياسي في شينجيانغ شن الجيش حملة أخرى على الإيغور، فرد البعض لكنه بسبب ما تفعله ربيعة. فإن سعي الصين في إظهار الإيغور بمظهر الإرهابيين قد باء بفشل ذريع. وأخذت وسائل الإعلام العالمية تنظر بعين الريبة إلى ما تقوله الصين. خلال سنتين من الإفراج عنها تغير الرأي العام العالمي عن الإيغور. أما اليوم فإن أبناء ربيعة قادر لا يزالون في السجن. عندما بدأنا حملة حقوق الإنسان لشعبنا في أمريكا كنا ندرك أنا وربيعة المخاطر التي تواجه عائلتنا. إن لم نتصدى لهم فمن سيفعل؟ لابد أن يقوم أحدنا بذلك. أظن أنه علي أن أسامحها. ليس لدي خيار. إنني مستعدة لأن أعذب نفسي. لم تعد تبدو كما كانت من قبل. إنهم في السجن ولم يتبقى لي هنا سوى أمي. لكي تقف الأمة على قدميها على المرء ألا يفقد الأمل. فما الصين؟ الصين لا شيء. هلموا إلينا نعمل معا. يقولون إن المحيط إنما هو قطرات تجمعت. لا تخرجوا من القاعة. لن أجمع تبرعات اليوم. لا تضحكوا. فلينطلق هذا الحفل.
رمضان على الجزيرة الوثائقية. سعة انتشارنا تغطي العالم من أقصاه إلى أقصاه على مدى ساعتين، من قراءة الأحداث وتحليلها في العمق عبر نخبة منتقاة من الصحفيين والمذيعين